بالصلاة على النبي. ده بقى عايش القمح يا سماء. هم مش عارفين علامة بالسرالي يوم. ما يعرفوش ما يعرفوش العلامة القمح. من القمح الغلي. القمح اللي هو احنا بنطحنه في مكنة الطحين. ايوه ده اول جرد، يعني اول جردة المعسكرات. الاسترال اللي هو الدقيق المتعدد الاستخدام اللي هو بيتباع في المحلات درجة أولى، يكون له مطة عرض يعني. ايوه يوم. عشان المشاهدين ما اعرفش، مش كنا نحضر من اول الميه خالص. المره الجايه ان شاء الله. ربنا يديك الصحه يا رب. بيتلوك كده على الايد عشان ما يبعبعش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شمر ادي فوم، انت جايه على العجينه اهو. ادي فوم، اغسلي ايدك. تعالي. على مين يا خال؟ ما قلت لها هعلمك الحبيب، هعلمك العجين. بتقول انا ما بعرفش، عملتها تعلمي كده وهي تعالي كده بايدك كده، هي امها بتاعتك كل ده. تعالي شوفي هي هتقول لك ايه واعملي زي ما هي بتقول. اعمل ازاي؟ قولي لي اعملي كده اهو قدامك، اعملي كده عشان ما يبعبعش. ايوه تسلمي. ايوه انت شاطره. ما انا مش بعرفش. ده حلو اللي له عين وراس يعمل زي ما بيعمل الناس. بسم الله ما شاء الله. بس ايوه يما كده. يلا على ايدك كل اهو. على فكره العيش القمح دي من اكتر حاجات، من اكتر العيش اللي بياخد عجين ولاد وهده. ايوه كده. العيش القمحي بالذات تسلم الايام. جعله بألف هنا. يا هنيك على صحتك. كل مرة راجع علمين. حبيبتي احنا بنقول لا احسن هي بتقول ما بعرفش، قلت لها لا هعلمك، تعالي هنا ما تقوليش ايه. اهي جت سبحان الله، وكيف تقولوا مش حاجه الا العاص. جاي النصيب. جت اعملي. بسم الله. يلا يلا اهو. هم حاطين الخميره وندعة الملح. لسه هتحط الخميره؟ لسه هحط الخميره. خميره بندعة سكر كده. اول مره احط السكر في العين. لا السكر بيخليها تحمى وتعجن. ما انا عارفه اي عجينه كده، بس في العيش اللي انا بعمله في العجينه الثانيه، عجينه البيتزا، عجينه الثانيه. لا انا احط فيه. عايزه تعملها ايه؟ تقعدي عليه تشط دوت فيه، تشط الورق دوت فيه وقعدي عليه. الصراف الجيش بيقول لك ايه؟ الصراف. انا ابن الصراف. يعني ما تقفش عند حاجه معينه، معنى كده يعني. بسم الله ما شاء الله. يعني كل من يذوق اللقمه منه بألف هنا وبألف سحر يا رب يا رب. ودي من الحاجات برضو اللي ممكن ننوه من ناحيه القناه بتاعتنا ان شاء الله. ممكن برضو ديت ممكن ناس بتعمله. كان زمان الاول ناس والله يا ام سلامته ام دالي ام محمد، كانت الناس الاول بتعمل الليالي والصدقه والحاجات دي في العيش والحاجات دي. انا مش عارفه الحاجات دي بتتركن تلاقي ما عادش في ناس زي الاول. لا ازاي؟
خلاص كده طبطين كده عشان خاطر. فين الاكياس؟ بس الماجي الاكياس للطينه. العدسه الطينه. امال بجد تجيب بجيب شويه. بتعمليها عشان يجيب، انما ده ساجد بيحب الملح اهو. بالصلاه على النبي. مش جاي في ايديا. بسم الله. بس يا اخي ربنا يديك الصحه. بقى نبدا بقى ايه ندخل الرده اهو للعيش الجامد. الرده دي خليكم معايا شوفوا. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. متنسوش اللايك والشير واشتراككم في القناه يوصل لكم كل جديد ان شاء الله باذن الله. ايوه عايز يكلم تقعد كمان يا حاجه. بنعمل بقى نرش في كل طاوله كده اهو. دي الرده اللي هي النخيل بتاع القمح اخر درجه. الرده الحمراء بتبقى القمح لما بينطحن بيطلع منه درجات، فدي اخر درجه. الرده دي بنخبز عليها العيش الطري، العيش القمح اللي هو بيتجرس ويرتاح، غير العيش التاني غير الصاجه اللي هو بيبقى درجه. اتصل بامك ولا بابوك. كل طاوله بنحط عليها حبه كده عشان نعرف نجرس عليه، يعني الحبه اللي نقدر نشيل بهم العيش. برضو نفس التجريس اللي هتبقوا معانا برضو هنشوفه ان هنجرس ازاي. اللي بيطلع من الرده كشبر الاخير لازم الرده تتنفخ عشان تبقى زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. حاجه كده ايه دي الحاجه البيت الفلاحي اللي انتوا هتشوفوه معانا. تفاحات بقارن منها لقمه اللي افضل على زي ما انتم شايفين كده رصينا بقى خلاص كده. هنبدا بقى ايه نجرس بالترتيب برضه. دي كام طاوله اهي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. 5 طوال عشان يستريح العيش دي بالذات لازم 6 طوال. بسم الله ما شاء الله اهو عشان يستريح. الهوا بقى عمل عمايل. شوفوا بقى الهوا عمل ازاي. عمل لنا طير لنا العيش. دخل ده بقى نشفى اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو التجريس اهو. دي بقى ايه القمح. بعد ما عملنا الطول نبدا بقى ايه نجرس. ده غير اللي انت شفته التاني. قولوا لي يا غير. بيبقى تجريس اهوت القمح زي ما انتم شايفين وشفتوا عجينه معانا اهو. لازم بنبرهم العجين كده عشان ايه الرغيف يطلع ناعم وحلو وتيجي تريحيه يطلع متساوي. شايفين بقى تجريس القمح غير تجريس الطري غير تجريس العيش الصاج اللي هو بتاع الدور. تشوفوه واعي ازاي النون اهو زي ما انتم شايفين كده. وبيبقى اكبر سن عن الطري، يعني العيش القمح بالذات بيبقى اكبر سن في التجريس عشان الرغيف بيبقى كبير ما شاء الله غير الرغيف البخوش الطري. مشكلة الحتة العشوائية يا جماعة الطير او الذباب ده غصب عننا، بس بنش والله طول ما احنا قاعدين كده قاعدين ننش. بس كمان دي حتة عشوائية زي ما انتوا شايفين كده مش في بيتنا، يعني دي حتة كده بتتحط اهو. هنبدأ بقى نجرس. على فكرة في عيش تاني اهو غير العيش اللي احنا بنعمله، بس احنا هنا في الارياف بنعمل ورا بعض. في العيش اللي هو اللي مع الفرشه ده غير اللي احنا بنجرسه. شوفوا التجريس ما شاء الله حشو ايد وزياده، فغصب عنها لازم تكبرها عشان لسه هيترح ويبقى كبير ما شاء الله، يعني غير البخوش. لا بقلوهم اهو لا عشان برضو يبقى مظبوط. بس النهارده هوا بقى وعفار.
زي ما انتوا شايفين اهو لسه هيرتاح طاقة بعد ما نجرس ده كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل بقى ايه؟ هندير الطول دي كلها اللي احنا جرسناها دي، هنديرها عشان اول طاولة اتجرست او اتقطعت التقطيع هتبقى اول حاجة. يعني هنبدأ اول حاجة. هي مش مزعلاك يا ست ما هتملاها. تقدرش لا بتزعل اعملي لها الطاوله ده هتخس ازاي كده هيقدر. على عيني بس ما تيجي تاخد يا حاجه حاضر. ابوها محترم بصراحه. ده باباها امير وحياة النبي يا حاجه والبت امير. البت ده نعمل فيها زي ما ينعمل ولا تزعل ولا تاخد على خاطرها ولا حاجه. وعندنا العيال ولادهم عندها ولد غزال ربنا يخليك. فالحضن يا اختي لو تشوفوا ولادي الاثنين ولاد محمد يا حاج ولاد اشرف ربنا يخليك. يطلع لهم من فوق ما ياخدوش يجيبوهم من الليل بالعاي. دي لا يا سماح يلا الطاوله دي. واشرف النجار وياه يركب وياه يطلع الموتوسيكل على عين اهي. يا ماما هتتعود. كمان ايوه كمان طاوله نغطي بيها. طيب نغطي بقى عشان الهواء شو ما يبقاش شاف. ولا ما عندك ايه؟ هي لا ما جربتوش. هو قلنا له هتبرد خلاص تغطيه. خدي هاتي. هات يا ست ما ننحب والله هذا او الست بياتهم اعملي بيات. رايحين فين؟ ماشيين مسافرين طريق السلامة يا شربة. يو ما عايزة حاجة من شربت هناك؟ هنا ايه؟ انت بتغلط. شربت هنا ايه؟ احنا عندنا كده الطاوله يا سماح وبعدين تعالي صوري. بياتين. خلصنا اهوت اخر دور اهوت. بعد كده هنغطي ولا نعمل هنديرها الاول وبعدين نغطي. نغطي على ما نيجي ندير على ما تعدل الفرن وكده. طب ماشي. لسه هصلح واظبط. طيب بعد اهوت بدي الاول. حاضر. هنا بقى اللي بعد ما استريح كده زي ما انتم شايفين كان في التجريس عامل ازاي لما استريح وخد راحته كده على الطول بقى شكله كده. فهندير بقى زي ما انتم شايفين كده اهو. ندير الاولاني اللي احنا جرسناه اول حاجه. بنخليهم ستات بقى كبير. بس الدبك مش مهم السبع ده معلش لازم. ملوش لازمه صحوه الله. حلو حلو. الصلاة على النبي. هات الشرع مش كده. الصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. يجعلك صاحح ويجعلك بمنازل الصحة لكل من يدوق. وربنا يديكوا الصحة وما تحرمش منكم أبدا. الايه؟ حال ايه؟ من احنا العجين من غير خمير. بعد ما اتخمر وجرسنا دول بيتحط حله بقى ايه زي ما انتم شايفين كده وبسم الله ما شاء الله العجين بيبقى خمران فبتحليه عشان ايه يدنه ايه صح ماشي. العيش هيقف على ما نخلص ماشي. خد يا محمد خد عيش صخر استنى اجيب ذره. ايوه حبيت الصلاة على النبي. هو الاكياس بدأت تظهر اهي. طيب كيس طفحتنا عايزين نشوف كيساتها. بسم الله ما شاء الله. بعد ما عملنا بقى ايه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كنا فصلنا شويه كده في التصوير. المغرب هيدنا اهو قرآن المغرب بيستبدي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد ما ضيرنا بناخده بقى على مطرحتين العيش القمح ده. ادي هو نريحها هو من مطرحه لمطرحه زي ما انتم شايفين كده من مطرحه لمطرحه على ما يديلها على المطرحه اللي هي ايه هتروح الفرن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش اللايك والشير واشتراكوا في القناه وكومنتوا حلو زيكم كده زي العيش اللي هو ما شاء الله جميل كده. بيقولوا بيزغلوا علينا ايه؟ لا تبعهم ايوه ما بسم الله ما شاء الله الله اكبر.
بتدلدل من ناحيات. الله يعينكم ويقويكم. تسوية بقى العيش ده بقى تسويته عاملة ازاي يا خالة شربة؟ بيكبع على الهاد. ايه؟ بيكبع على الهاد دي اه. زي اللي هو بالذرة. اه. بيكبع على الهاد. عشان هو بيبقى طريقه علامة واسترالي. هو بيبقى ايه لازم الفرن يبقى هادي له. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم كده. بس الجعر بيبقى حامي شوية عن الذرة. امال الوش زي ما انتوا شايفين كده هادي كده يعني صهرايه كده. والخشبه لازم تكون جوه كده. مولعه صهلاوه. صهلاوها صهلاوه. شعللها. يا رب. طبعا العيش ده لازم يتفرش رغيف جنب رغيف غير العيش الصاجي، لانه لو اتحط رغيف على رغيف في الاول كده بيطرى وبيحل. الشباب بتاعته بتنام كده. لازم بقى العيش القمح ده بالذات رغيف جنب رغيف على ما ينشف، وبعد كده بقى ايه ترصيه. تعمليه نواتير على بعض. الله اكبر الله اكبر الله اعظم وده من الله. لا اله الا الله. في التصوير ساعة المغرب متبقاش الكاميرا عم. اما تستنى من المغرب يد ان شاء الله. حلوه يعني ولا ايه؟ بيبقى الجو ليل بقى مش بيبان في الكاميرا شويه. قولي يا سماء يا بنتي يا سماء هذه بطاطاهم ماشي. انا هم اللي كان بقى عشان اللي باجي يحطوا ما يحطوه. ده انا عندي بسم الله ما شاء الله صينيه جو. عاوزه تشويه؟ ايه ما بقول كده بس في الاخر بقى بعد ما نخلص. دي الكبيره مش الصغيره اللي حطيتها في الاخر. هتحطها بقى الكبيره في الجنب كده اهوت هتاخد وتدي مع نفسها حلو. مش لما يحطوا الرز. لما يحطوا الرز ولا يحطوا بقى الساعه 15 يبقى يشوه. والله ديك ان بعد ما اخلصوا كل حاجه برضو بعمل كده بروح سد عليه الصاج وفي 5 دقايق. ولا وتتمشمش وتبقى 100 على الهاد. الساعة 9 الساعة 9 الساعة ونص 10 يكون كده سهران انا اخش اجيبها وخلاص من عند الفول قبل ما انام. فما ما يعلاش على شوية الفول. نفسها جميل. نفس الحاجة ديت الفرن الفلاحة دي في كل حاجة سبحان الله. في رز معمر في عيش في كل حاجة. في العرضوبة هي حاجة. ما دي ودي صغيرين هجيبها طبعا. صغير دول صغير. انا كنت عايزة اصورك وانت بتشيلها عشان اعرفهم بيتشال على الشيالات. هشيله كده. معلش بقى احنا الليل وهنا حتى عشوائيه يعني ايه خشش علينا الاضاءه بس سامحوني بقى في الاضاءه.
اروح اجيب اللمبه ولا مش مستاهل؟ مش مستاهل. في كشاف في التليفون. لا ما بس ما بيعملش، ما بصور ما بيظهرش الكشاف. ماشي. بسم الله بالله عشان قمحنا ايه اللي احنا مستخبزينه اهو، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللي يشوفه يقول ايه فطير. بسم الله ما شاء الله اهو، فطير من غير سام، عامل زي البقسماط. بسم الله ما شاء الله، ده اكل العيش الجامد. وعايزين تعرفوا يعني دي زي بقسماط كده، طقش كده في البوق. ربنا يجعله بألف صحة لكل من يدوق وبألف هن، وعقبال الخبزة الجاية كده وانتوا طيبين وبصحة وبسلام. بنخبز للعروس. بسم الله ما شاء الله. ايوه بتخبز للعرايس برضه. هنا اهالي هدية، امهات في بعض، بنساعد بعض كده وبنتجمع برضه في الفرح والله كانوا بيدعوا امي والله على بيت ان هي تعمل تخبز ضو في فرح العروس. هي خلاص شربات، مش كان الاول بيبيتوا على الامهات يجاملوا في الخبيز ده. بتاع العروسه. والله امي كانت يتبيت عليها، تعالي خدي لك ضو اخبزي ضو، تقدر دي بقى 5 طول زي ما يجي. الخط الصحفيه ما جاتش لي، قلت روحي هاتوه. جات، انت ما جاتيش لي حاجه صبحيه، هو انت جاتيلي وقلت لي انا هخبز؟ قلت لها هجيلك ساعتها مجي. ما انت ببيت على حفيظه، حفيظه بتجيب ابيت عليك، انت بتجيبوا حفيظه. انت بتقولي هنا يا ولد بيشيلوا العيش ده زي ما انتوا شايفين كده بشيلات، لانه بيبقى مرق زي ما انتوا شايفين كده، ميه خالص على اهو اهي، وبتحطيه كده على المطرحه عشان يتراح. وما كانش يبقى مرق كده، ما يبقاش اللمعه ولا الجشجشه بتاعه البقسماط، لازم يبقى مرق كده عشان ايه يعرف يجش ويبقى اكله كده جش كده في زي البقسماط بالظبط. صح ولا انا غلطان؟ صح. ايوه يا لا صحصحوني برضه لو في حاجه كده ولا كده. لا يا ولو في الفته بيبقى جميل. ايوه فتة اللبن، فتة العدس، فتة اللحمه. هو ده العيش بقى بتاع الفته صحيح. بتاع الفته دي يقولوا دي عيش الفته دي بتاع اللحمه. بتاع العدس. بتاع اللبن. الكوارع اي حاجه، اما لا جرى. لا ازاي يا تيتا، ناس بتحب الفتة الكوارع ده. ايوه يموتوا فيه. والله الاكل اذواق. من هنا للي ياكل. يهنيك على صحتك. مربيه طيور يا ام مصطفى؟ لا جدع. اوعي تخلي بطه في دار. قدر الله. ده انا عندي كرتون رز بتاع كرتون هيشبع. عيش بيقول لك ب4 و5 بعيد. ده بيقول لك كيلو ونص ب10. لا ب5. مين اللي كانت بتقول يا حميد؟ مش عارفه. لا ولا بالحاجه ب5 جنيه، العيش البلدي ب5 جنيه. والنبي اخت واحده بتقول، قلت لها انا عندي مش ما بجناش الطيور، قالت لي بيعيه ده كيلو ونص ب10. بس ما فيش غنى عن الطيور برضه، ولو فرختين. على الصلاه والسلام. ده اطلع السلم يا سمان. ومين يحط لهم يوم؟ وبنتي غلبانه زي ما انت عارفه ان هي صاحبه عيال وكده. من هتروح دلوقتي تحط للطيور اهي. صح. وهي جايه من الله يرحمه. ست مش راضيه والله ما حضرتك الطير، يعني عارف ان الطير دي نقطه ضعف. الا الطير بطلع لهم يا اخوه. كان بيوقفين في البيت اللي انا فيه دلوقتي، ده ديت عشوائي. وكنا جايين فيها الطيور وبهايم وكل. وكان بيأجر ارض وكان يعني الله يرحمه، الف رحمه تروح. غالي. والله كده بقى مش هعرف اصور بعد كده، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعايه الله وحفظ الله.